نورماندي 2. تعالوا نعمل النهاردة بقى قوارب البطاطس بالدجاج. طريقتها سهلة جدا وطعمها بجد تحفة، لازم تجربوها بجد هتدمنوها ومش هتبطلوا تعملوها. لو أول مرة بقى تتابعوني ما تنسوش الاشتراك في القناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا نشوف هنعملها ازاي. أول حاجة هنحتاج 4 حبات من البطاطس يكون حجمهم متوسط زي اللي انتوا شايفينهم كده بالظبط، ويفضل طبعا تكون طويلة علشان نقدر نشكلها على شكل قارب وتبقى مظبوطة معانا. هنجيب بقى السكينة ونقسمها كده بالطول نصين، وبعدين هناخد النص ونحدد كده الحتة اللي احنا هنقطعها بالظبط، ونستخدم بقى مقوار كده ونبدأ نفرغ القارب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بالراحة كده طبعا علشان البطاطس ما تتخرمش مننا من تحت، علشان تبقى ماسكة نفسها والحشوة ما تطلعش منها. هنبدأ بقى كده نظبطها من جوه بالسكينة ونشيل اي زوايد، وبعدين هقلبها على الناحية التانية وهشيل الطبقة اللي مش معدولة دي علشان تبقى متساوية معانا، تعمل زي قاعدة كده من تحت. وبنفس الطريقة بقى هجيب النص التاني واحدد المكان اللي انا هشيله، وهنا بقى استخدمت المعلقة، وانتوا بقى تقدروا تستخدموا المقوار او المعلقة، الطريقة اللي تريحكم. هشيل بقى كده الزوايد اللي جوه بنفس الطريقة دي. اهم حاجة ما تخلوش البطاطس من جوه سميكة قوي علشان هنقليها وعايزينها تستوي معانا كويس، لو هي سميكة قوي مش هتستوي كويس. هعمل بقى باقي البطاطس كلها بنفس الطريقة زي ما انتوا شايفين كده لحد ما اخلص الكمية اللي عندي كلها. وطبعا كمية البطاطس دي ترجع لكم انتوا، يعني انا هنا استخدمت 4 حبات من البطاطس، انتوا تقدروا تزودوا العدد براحتكم على حسب ما انتوا عايزين او على حسب عدد افراد الاسرة بتاعكم. هنا بقى كنت خلصت باقي القوارب كلها، ودي طبعا بواقي البطاطس اللي احنا فرغناها او قورناها. هنبدأ بقى نجيب القطع الكبيرة اللي طلعت معانا وهنقطعها على شكل صوابع، مش هنرمي حاجة ابدا، كل حاجة هنستخدمها في الوصفة دي. وهنا بقى الشوية اللي هما ما ينفعش يتقطعوا صوابع قطعتهم رفيع خالص كده، وهقول لكم بقى هنعمل بيهم ايه دلوقتي. هنا بقى كنت بحمر البطاطس زي ما انتوا شايفين في زيت سخن طبعا، وهنبدأ نحط البطاطس وهنديها لون كده وبعدين نقلبها على الناحية التانية. اهم حاجة نتأكد ان البطاطس استوت معانا كويس، لان هي كده خلاص هتبقى جاهزة معانا على الحشو. هنطلعها بقى على مناديل المطبخ كده علشان تصفي الزيت اللي فيها. وهنا حطيت باقي البطاطس وكمان حطيت صوابع البطاطس اللي طلعت من التقوير، وده شكلها بعد ما حمرتها كلها زي ما انتوا شايفين. وتعالوا بقى علشان نحضر الحشوة. هنحتاج قرن فلفل رومي اخضر و3 فصوص من الثوم متقطعين صغير جدا، وبشر البطاطس اللي كان باقي من البطاطس. وهنحتاج ربع كيلو من صدور الفراخ متقطعة شرايح صغيرة زي ما انتوا شايفين. وفي طاسة بقى على النار هحط قطعتين من الزبدة، واول ما تسخن معانا الزبدة هننزل بالفراخ عشان نديها صدمة. هنديها بقى تقليبة كده بعد ما تبدأ تغير لونها علشان تاخد لون من الناحية التانية. واول ما توصل بقى للون اللي انتوا شايفينه ده وتبدأ تاخد لون ذهبي كده، هنزل بالثوم اللي مقطعينه صغير جدا وممكن تستخدموه مفروم عادي جدا. هنقلب بقى كده مع بعض لمدة دقيقة، وبعدين هنزل بالبطاطس بقى اللي احنا قطعناه صغير جدا، وهنقلب بقى كل ده مع بعضه. وهنلاقي كده ان البطاطس بدأت تدبل وتاخد لون معانا زي ما انتوا شايفينها كده وتدخل في السوا، ما بتاخدش وقت خالص. هنبدأ بقى نتبل ملح وفلفل وكزبرة وحبهان مطحون، بهارات فراخ وبابريكا، توم باودر وبصل باودر. لو في اي حاجة من البهارات دي مش متوفرة ممكن تستغني عنها، مش هتفرق كتير في الوصفة. هنحط بقى كده معلقة كبيرة من الخل وهنديها تقليبة لمدة دقيقة كده، وبعدين هننزل عليها بربع كوباية من المية وهنقلبها
وبعدين هننزل بقى بالفلفل الرومي وهنديها تقليبة كده ونسيبها لمدة دقيقتين، هنلاقيها استوت. طعمها بصراحة تحفة اوي يا جماعة. بصوا بقى هنختبرها، هنلاقي الفراخ استوت، البطاطس كمان استوت، وريحتها حلوة اوي بصراحة. وممكن تستخدموا الحشوة دي في اي حاجة تانية، هتنفع مع مكرونة او اي وصفة تحبوها، بتبقى جميلة اوي. هنجيب بقى البطاطس ونحطها كده في الصينية اللي هندخلها الفرن، وهنديها رشة خفيفة كده من الملح والفلفل، وبعدين هنحط شوية صغيرة كده من الجبنة الموتزاريلا من تحت علشان تمسك الحشوة. وبعدين هنبدأ بقى نحط الحشوة بتاعتنا زي ما انتوا شايفينها كده. هنملي البطاطس كلها بنفس الطريقة دي، وبعد ما نملي البطاطس كلها هنحاول بقى نظبط شكلها كده بالراحة ونديها ضغطة خفيفة زي ما انتوا شايفين. هنجيب بقى زيتون وهنحط كده شوية على كل بطاطساية، وبعدين ممكن تستخدموا ميكس جبن بقى، شيدر او موتزاريلا او رومي زي ما تحبوا. انا استخدمت شيدر وموتزاريلا. هنحط بقى شوية كده حلوين من الجبنة، وبعدين هندخلها تحت الشواية لحد ما الجبنة تسيح وتطلع معانا بالشكل ده. ما بتاخدش وقت خالص، 5 دقايق وبتبقى جاهزة. وبس خلاص بقت جاهزة معانا على الاكل، وشكلها تحفة وطعمها لذيذ اوي بجد، لازم تجربوها. شايفين بقى الحلاوة؟ تحفة بجد. وطبعا التغيير مطلوب من وقت للتاني، لازم نغير كده في اكلاتنا علشان ما نزهقش. تقدروا بقى تقدموها مع شوية رز ابيض او رز بشعرية، وكمان مع شوية كاتشب كده، ويا سلام بقى لو كاتشب حار بجد تحفة. وطبعا كلنا بنحب البطاطس والكاتشب، الميكس التحفة ده كلنا بنحبه كبار وصغيرين. لازم بجد تجربوا الطريقة دي، هتعجبكم جدا. وطريقتها بسيطة وسريعة، ما بتاخدش وقت خالص. لايك بقى لو عجبكم الفيديو، ويلا جربوها وهتدمنوها، مش هتبطلوا تعملوها ولا تاكلوها. ما تنسوش تشتركوا في القناة وكتروا الشير، واشوفكم على خير.